ليه خايف من شغلانه ممكن في يوم ليله تغير حياتك؟ شغلانه السيلز هي الشغلانه الوحيده اللي ممكن تبقى بتخلي حياتك تتغير 360 درجه في اقصر وقت ممكن. ازاي؟ ما بنقولش الناس يا جماعه انزلوا يضحكوا او اعملوا فهلوه، انزل اتعلم شغلانه. دي شغلانه قايمه على الكوميونيكيشن وقايمه على كونكشن، هتقابل ناس كتير، هتتعرف على ناس كتير، هتفتح علاقات معاك في بيزنس كتير، هتمسك فلوس كويسه، هتحس بالشقه وهتحس بالخير اللي بيجي لك من الفلوس دي بعد كده. اسوأ سيناريو في شغلانه السيلز حتى لو ما حققتش فلوس، هتعرف ناس وهتتعامل مع شركات وهتتعامل مع بني ادمين واصحاب بيزنس ومحلات ومتاجر وشركات. كل الناس دي كلها دي داتابيز لحياتك، دي علاقات عامه، دي بني ادمين انت بتعرفهم. معرفه الناس كنوز، اللي قال كده ما كدبش والله. شغلانه السيلز دي فيها فوائد كتير ابعد من فلوسها. هتنزل الشارع، طب ما انت بتشوف الناس نزلتك في الشارع، بدل ما تنزل تقعد على القهوه انزل تعالى اشتغل عندي سيلز وانزل اقعد على القهوه وبيع للناس اللي على القهوه، شوف يشتروا منك ايه ولا تبيع لهم ايه. والله يا جماعه الشغلانه دي كلها مكاسب. انا ما شفت الشغلانه في حياتي فيها نو هاو وفيها فلوس وفيها بروجرس وتقدم بيتحقق بسرعه اكتر من الشغلانه بتاعت السيلز. تفتكر المشكله عشان هو سيلز اوت دور وعايز يشتغل جوه المكتب مثلا؟ انا على عيني ان انا اقعدك في المكتب، والله انت راجل شاطر وهتعرف بالتليفون بتاعك تجيب لي الناس تعمل الميتنجز هنا، على عيني. بس كل واحد شغل كل واحد صاحب بيزنس واقف على البيزنس بتاعه في محله او في شركته او في مكانه، فانت محتاج ان انت تروح لهم. هم محتاجين اللي يخبط بالهم، انت اللي عايزهم مش هم اللي عايزينك. انت لما تيجي تقول لي والله انا عايز ابقى اقعد في المكتب كده واعمل شويه التليفونات، هتعرف تبيع كده؟ اهلا وسهلا. مش هتعرف تبيع، يبقى انت لازم تجري على اكل عيشك. لازم تروح السلام عليكم انا فلان الفلاني من شركه كذا، والله احنا عندنا 1 2 3 4 محتاجين مش محتاجين. طب لو انتم مش محتاجين، محتاجين ايه؟ طب بتعملوا ايه؟ طب بتكبروا في ايه؟ ايه نوع النشاط بتاعكم؟ ايه البيزنس بتاعكم؟ اسوأ سيناريو خالص هتاخد تليفونات الناس، هتسيب لهم كارتك وتمشي، هتسيب لهم نمره تليفونك ويسيبوا لك نمره تليفونهم، ويمكن تعوزهم بكره، يمكن يا سيدي لما تمشي من عندي تشتغل عندهم، يمكن وانت هناك لما يشوفوك وتشوفهم ويحسوا ان انت واد مجتهد وشغيل وبتاع يدوك اوفر يا سيدي احسن من اللي عندي، فتيجي تقول لي شكرا نورتني بس انا كنت سبب في ان انا شغلتك. مش غلط والله، كلها رزق، مش بس فلوس. الرزق مش فلوس، معارف وعلاقات وبوابات اكبر من البوابات اللي احنا بندخلك منها. لسه بتعين سيلز في شركتك؟ والله طبعا بدور. انا محتاج والله يا جماعه اكتر من 10، انا محتاج اكتر من 10 بياعين، وبتحايل على الناس بقول لهم والنبي شوفوا لي حد، اللي عنده اخ، اللي عنده اخت، اللي عنده حد عايز يشتغل، اللي عنده حد لسه في الكليه. انا باخد حتى ناس تكون انترنشيب. لو انت شاب لسه صغير لسه في كليه ولا لسه في معهد ولا لسه حتى بتدرس، خلص امتحاناتك الاول والنبي، بعد ما تخلص امتحانات تعالى شغلتك عندي، هنعلمك ونفهمك ونديك الداتا اللي هتشتغل عليها، وهتنزل السوق تحس بالشقه اللي بيشقى الناس عشان تستطعم بعد كده الرزق الحلال اللي ربنا هيكرمنا بيه جميعا.